النهاردة جاي أبدأ سلسلة فيديوهات جديدة، والسلسلة دي بتخص كل المبتدئين في التصوير وكل اللي عايزين يعملوا محتوى، لأن النهاردة بقى كل الناس محتاجة إنها تطلع المحتوى اللي هي تقدر تفيد بيه الآخرين. النهاردة جاي أقول لكم على الحاجات المهمة جدا اللي انت لما تيجي تشتري أي منتج في أي مكان ما تروحش ورا كل اليوتيوبر وتتفرج على معظم اليوتيوبر. بيكون هو الفكرة عنده انه يدي لك المنتج اول ما يفتحه ويقول لك المنتج ده كويس ومفهوش عيوب وكل الحاجات اللي هي بتخليك تروح تجري تشتري المنتج ده. لكن هنا انا جاي اقول لك ايه رأيي من الاخر، هنجيب من الاخر. القصة هنا ان انا علشان ابتدي اي قناة واي محتوى انا ممكن ابتديه بموبايل عادي والموضوع يمشي، ولكن اهم حاجة في المحتوى علشان يطلع بصورة افضل ان انا اقدر ابتدي محتوى بصوت كويس. يعني ما ينفعش ان انا ابتدي محتوى بالصوت بتاع الكاميرا والا هيطلع مني مش حلو. وبدايتنا كانت بمايكات اللي هي البويا الام 1، والمايك ده اللي هو سلك. وللأسف ان انت بعد شوية بتكتشف ان انت محتاج تطور من عدتك، وعلشان هو مايك بسيط ورخيص مش هتكلم عليه كتير او مش هجيب سيرته، لان انت ممكن تشتريه وتجرب بدايتك معاه. ولكن لما بتبتدي تطور نفسك وتوصل ان انت المحتوى بتاعك يكبر وعايز تجيب مايك بصورة افضل ومايك اعلى ومايك وايرلس علشان تقدر تأدي نتائج احسن، فبتبتدي تفكر في انواع مايكات كتيرة وايرلس. واكتر مايكات وايرلس النهاردة شغالين عليها هي الرود، وده طبعا الفئة بتاعته عالية جدا. يعني احنا بنتكلم البداية من 10,000 جنيه علشان نقول ان انا هجيب مايك وابتدي بيه القناة، وده سعر كده عالي شوية. ابتديت انا علشان ابتدي ادور على منتج يكون سعره معقول، والمنتج ده يكون بصراحة يقدر يديني اللي انا محتاجه وفي نفس الوقت بسعر معقول. فلما ابتديت ادور على المنتجات اللي في السوق ابتديت الاقي ان في كاتيجوري عالي جدا زي الرود، وبعديه موجود البويا. وبعد ما انا ابتديت ادور في الماركات اللي في السوق ابتديت اشوف الحاجة اللي تناسب امكانياتي وتكون بتأدي كويس. وبرضو زي اي حد ابتديت ادخل على الفيديوهات اللي بره واللي جوه علشان اشوف الكواليتي بتاعت المايك ده كويسة ولا لا. بصراحة لقيت الكواليتي كويسة ولقيت الصوت حلو على الريفيوهات فروحت واشتريته. طب بعد ما اشتريته ايه العيوب اللي قابلتها؟ لان احنا من الريفيوهات بتاعتي انا هتكلم على العيوب اهم من المميزات. اول حاجه تمام انا هعمل انبوكسنج للمايك كده قدامكم. المايك بيجي طبعا انا جايب الموديل اللي هو البي واي اكس ام 6 اس 2. طيب ليه جبت الاس 2؟ وانا عن رايي يعني ما تجيبش اللي هو الاس بس. ليه؟ لان انت بعد شويه لما انت هتكتشف ان انت اشتريت مايك هتيجي تبتدي تطور محتواك، فهتبتدي تحتاج ان انت يكون حد معاك في كل لقاء او كل حاجة، خاصة ان انت لما تبتدي تعمل محتوى يكون في حد تاني يدخل معاك، مش كل المحتوى هتبتدي تدخله لوحدك. فلازم تجيب مايك بصراحة يكون ليه فيه 2 ترانسميشن. فده المايك ده بيجي معاه 1 ريسيفر و2 ترانسميت. طيب ليه انا شايف ان المايك ده فيه مميزات حلوة قوي وشايف ان فيه عيوب قاتلة جدا؟ اول عيب بعد ما جبت المايك ده واكتشفته ان انا ما عنديش باك اب جوه كل مايك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لازم يكون عندي في كل مايك وحدة تخزين او ميموري كارد علشان اقدر اسجل عليه لو حصل ان اتقطع الارسال ما بين ده والريسيفر. طيب هو حصل معايا الكلام ده؟ لا ما حصلش، ولكن برضو بعد ما انا جبته اكتشفت ان ده ممكن يحصل، ووارد جدا ان ممكن حتى الريسيفر يفصل. فطبعا تكتشف فجأة ان انت ما بتسجلش وما عندكش باك اب لده. فكان الرود، بس الرود
بسعر يتفوق عن ده بكتير. يعني احنا هنتكلم على ده تقريبا في سعره في السوق من دلوقتي من 5000 ونص لغاية 6000 ونص، ولكن الرود بيبتدي من 10 لغاية 15 وفي أماكن كتيرة، وممكن أقول لك أماكن تروح تشتري منها الرود بسعر كويس. هحط لك في الديسكريبشن مكان تروح تشتري منه الرود، تمام، زي كينج ديجيتال، هتلاقيه بسعر ممتاز. وبصراحة الناس دي بتوفر سعر كويس. انا جبت ده من مين؟ انا جبت ده من اول باك، وبصراحة برضو بيوفروا اسعار كويسة جدا للحاجات دهيت، وهم كمان توكيل لحاجات كتيرة منها فوجي فيلم الكاميرات بتاعتهم اللي هم بيستوردوها خاصة، وحاجات جودكس كتير. فانا جبته من هناك وكان برضو بسعر كويس. ولكن ابتديت بقى نتكلم على ايه الحاجات اللي ممكن ما تخلينيش اشتريها، وبرضو ايه الحاجات اللي ممكن تقول لا انا قصاد السعر اروح اجيب البوية. اول حاجة زي ما انا قلت ان هو ما فيهوش باك اب من جوه. تاني حاجة ضايقتني جدا هي الديد كات. والديد كات دي فايدتها انها علشان اركبها في الوقت اللي بيبقى فيه هواء كتير، الموضوع هنا يعني ممكن يقع. يعني الكليب اللي موجود فيه هي زي ما انتم شايفين ماسكه وكل حاجه، لكن انا متهيألي بعد شويه من الاستخدام الكليبسين اللي انتم شايفينهم الرفيعين دولت هيتاكلوا وهيضيعوا. ولكن برضو المايك شغال وصوته حلو قوي، وهوريك دلوقتي استخدامي بره للمايك وتجربتي بره للمايك علشان تقدر تقرر ان المايك ده حلو. كده انا بجرب المايك خارجي علشان تشوفوا الصوت وتشوفوا العزل ومستوى العزل. طبعا انا ظابط الصوت هنا على ليفل 3 وفي وحدة الاستقبال على 3، وعلشان تقدر تحدد المايك ده جودته خارجيا ايه عملت التجربة دي. الحاجة التانية المهمة اللي لازم تعرفها ان انا علشان في هواء وفي رياح بركب الديد كات اللي هي انتوا شايفينها دي. طبعا انا هجرب لك الصوت من غيرها علشان تقدر تفرق، ولكن النهارده ما كانش فيه هواء ورياح كتير فعشان كده مش هتبقى ظاهره. هرجع كده واوريك الصوت لو انا بعدت، تمام، المايك الوايرلس ايه اخباره. ولو انا اديتك ظهري ومشيت هنعرف برضو هل قطع ولا لا، وده اللي هنحكمه بعد ما انت تشوف الفيديو. هل انا بدام مدي ظهري للمايك وبعدت المسافه، المفروض ان المايك ده المسافه بتاعته 100 متر، وانا كده تقريبا عامل حاجه و20 متر، ولكن انا ما يهمنيش ان انا اكون بيني وبينه 100 متر على قد ما انا اديله ظهري ويفضل مستقبل. لان طبعا لو انت شفت لو انا وصلت حتى ل 50 متر مش هتبقى ظاهر في الكاميرا، ولكن هنا بنقدر نحدد كواليتي الصوت بالعزل اللي بيتم عليه. طبعا انا هنزل لك الفيديو بدون اي تعديلات على الصوت، ولكن بعد كده هعدل لك الصوت واوريك. هشيل انا الديد كات علشان نشوف كده الصوت مختلف ولا لا، وده كده الصوت، ولو في هواء قدامي اهو هنعرف الفرق، وانت اللي هتقدر تحدد الفرق بين من غير القطعة بتاعة الرياح افضل ولا من غيرها. كده زي ما انتم شايفين اهو هنوقف الكاميرا عند ال 100 متر عشان نختبر ال 100 متر فعليا. نبتدي بقى نعد ال 100 متر فعليين ولا لا، وهجرب لغايه فين الصوت فعال، وانتوا اللي هتحكموا على الصوت. احنا ابتدينا من اول ال 100 متر وانا هرجع للزيرو عشان نعرف ال 100 متر دولت فعليين. زي ما انتوا شايفين كده لغايه دلوقتي الصوت بيبقى فعال زي ما انتوا شايفين، من هنا مفيش مشكله. ولو اديت ظهري لغايه تقريبا اهو ماشي، مش عارف بقى طبعا انا باين في الكاميرا ولا لا. الخطوات بتاعتي وهجرب ال 100 متر. طبعا هي معلش هو التراك هنا منحني شويه، ولكن بنجرب كده ونشوف واحنا ماشيين. زي ما انتم شايفين اهو انا كده انا وقفت عند ال 50 صوت. اهم حاجه تبقى عارف ان انا كده عديت 50 متر. لو اديت ضغط ماشي معايا لغايه الزيرو ولا لا.
وصلت ل 75 متر اقدر اعرف الصوت واصل لغايه عندك بعد ال 75 متر. كده يا جماعه قربت ادخل على كده بقى انا وصلت عشان بيه بعد متر فعلا اقدر هرجع لكم كده ونشوف الفيديو اخباره ايه عند ال 100 متر. طبعا انا مش سامع، لكن علشان اقدر احدد الدنيا ماشيه صح ونشوف الصوت هيبقى عامل ايه لو انتوا بتسمعوا الصوت من مايكين، وانا كده عامل الصوت مونو على المايكين. المونو فيه عيب واحد، ان انا لو الاتنين بقوا في تراك واحد فانا ما اقدرش اعلي صوتي واعلي صوت الا ما هعلي صوت اللي معايا في نفس المايك. لكن لو انا عملت ستيريو بيبقى على تراكين، وبالطريقه دي اقدر ارفع الصوت ده لوحده وارفع الصوت ده لوحده او اقلل الصوت ده على حسب الموقف اللي انا فيه. مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل. يا ترى سامعيني طبعا كويس؟ احنا بعيد عن الكاميرا شويه، ممكن تقولي لنا تيست كده نجرب المايك؟ تيست 1 2 3 تيست 1 2 3. شكرا. انا دلوقتي هبتدي اجرب اصوات الطبيعه واشوف المايك استجابته لاصوات الطبيعه، وهنا هجرب على ليفل 3 زي ما انتم شايفين اهو، ده الليفل 3 ودي صوت الطبيعه. لو انا زودت ده كده 4 5 6 متهيألي كده تقدر تشوف الفرق بينهم. طبعا بيحتاج بعد شوية مني ان انا اعدل شوية على الصوت واشيل شوية النويز اللي موجودين، ولكن ما بيكونش فيه كتير. جربته كتير في لقاءات وكان فعلا المايك شغال حلو جدا وبيساعدني. انا بعمل ايه علشان استخدمه في اللقاءات؟ جايب مايك عادي وبحط المايك، وعلى فكرة هو بيجي معاه كابلين، واحد بيركب عليه منه للكاميرا على طول، والكابل التاني بيجي مفروض انه يركب على السمارت فون بس بيركب 3.5. ودي برضو حاجة ضايقتني ان هو مش جاي معاه الوصلة اللي هي تخليه يركب تايب سي او لايتنج عشان اقدر اركبه على الايفون او الاندرويد على طول. فانا جبت الوصلة دي بصراحة وركبتها وعملت عليها شريط لحام زي ما انتم شايفين كده عشان ما يحصلش لوسننج ما بينها وما بين الوصلة وما يحصلش اي ذبذبات. وفعلا الموضوع شغال حلو، هتشوفوا التيست بتاعه خارجي. المشكلة التانية اللي مضايقاني جدا موضوع الباور بتاعه. بصوا الباور بتاعه، انت عندك 3 زراير، واحد بيعلي الصوت، واحد بيقلل الصوت، وواحد بيديني تيرن اون وتيرن اوف للجهاز. الموضوع مش ظاهر قوي وتقدر تكتشف ان هو ممكن تدوس بالغلط ما تلاقيهوش او تدور عليه في الاول كده. زي ما انتم شايفين شغلت المايكين. الحاجة التانية بقى والغريبة جدا هو الموضوع بتاع ان انا الديتكشن بتاع ان الصوت يظهر. لو انا بتكلم كده من بعيد مش هتلاقي الصوت يظهر، الحساسات هنا ما بتظهرش الا لو انا قربت كويس. يعني علشان اتاكد ان المايك شغال لازم احطه الاول على بقي كده، الاقي السنس الشاشتين دولت اتحركوا، ولكن في البعد الطبيعي ما بيتحركوش. ما تعرفش ليه ما عاملينها كده، ولكن تمام هتقدر تكتشف ده لان انت تجرب الاول قبل ما تشتغل ان انت تقربه من بقك. طيب الحاجه التانية اللي انا عايز اوريها لكم ان انا لما بدخل على السيت اب كده تمام وبدوس هنا حاطط الجين، والجين هنا تمام هو انا اقدر ازوده من بره او ازوده من جوه. حاطه هنا في القايمه مش فاهم له ليه. هنا الميوت انيبل عشان اقدر اعمل ميوت من الزراير دي، وطبعا انا بلغيه لان بخاف ادوس عليه. وهنا الباك لايت الاضاءه، وهنا ان انا اعمل له كونكت تاني مع جهاز تاني، وهنا اللغه. مفيش اكتر من كده، لكن ده في كل مايك. لكن انا لو جيت على الريسيفر ورحت دوست هنا بقى بيقول لي الاوتبوت مونو
ولا ستيريو. وزي ما انا هشرح خارجي ان الاوتبوت ده لو هو مونو انا بستفاد منه حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا بخلي المايكين على تراك واحد لو انا دايما بستخدم ده ومش هاممني تداخل الاصوات. ولكن لو انا خليته ستيريو كل واحد على راك لوحده. طيب علشان انا ادخل على الاستيريو لازم ادوس دوسة طويلة مطولة عليه وابتدي اقدر احرك يمين او شمال استيريو. فانا لو عملته ستيريو كده بقى كل واحد على لاين، اوكي، وادوس دوسة تانية عشان اسيف الموضوع. انا عملت حاجة لطيفة جدا، رقمت كل واحد من ورا عشان ابقى عارف مين اللي استخدمته ومين اللي ما استخدمتوش، عشان برضو المشكلة اللي هنيجي ليها التانية وهي الشحن. المشكلة في الجهاز ده ان كل واحد بيتشحن، يعني هو بيجي معاه 3 كابلات تايب سي، وعلشان انا اشحنهم لازم اجهز 3 شواحن يتشحنوا في نفس الوقت، وده ضايقني جدا. في باكج تانية بس مش موجودة بيجي معاه، تمام، بيتحطوا في علبة او تشارجر يشحن ال3 مع بعض. للأسف ان ده مش جاي معاه، وده هيضايقك جدا ان انت محتاج 3 كابلات و3 ادابتور عشان تشحن الجهاز ده. يبقى دي برضو تالت عيب انا شايفه فيه. عشان كده انا ابتديت اشحن كل واحد واعرف مين اللي بستخدمه، وبعد كده ارجع للشحن اشحن اكتر واحد استخدمته. ودي كانت الطريقة. الحاجة التانية ان هو مش جاي معاه غير كيس. بصراحة يعني انا دافع رقم يجي معاه كيس مش لطيف. طبعا الكيس اللي بيجي اكبر من ده موجود هنا في العلبة، ولكن عشان احط دولت ال3 مع بعض هيتجرحوا. فانا عملت ايه؟ جبت الكفر بتاع الهارد ده بيتباع لوحده، وفعلا حطيت فيه كل الحاجات بتاعتي اللي انا محتاجها. يعني ادي الديت كات اهو حطيتهم، وحطيت الكابلات معايا هنا، وكده انا قدرت ان انا اعمل له باكج كويسه، اقدر شنطه صغيره اقدر احطه فيها زي ما انتم شايفين اهو. وكده بحط الكليبسات هنا زي ما انت شايف كده، والجهاز كده، واقدر اقفله وامشي بيه وهو زي ما بسيط. الموضوع كده بقى اسهل. ليه ما يتعملش زي الجهاز القديم بتاعهم اللي انا شغال بيه دلوقتي، يتعمل له علبة محترمة؟ طبعا هي حجمها كبير، ولكن كان فعلا الجهاز كبير. وده اللي علمني ان انا لما اشتري ما اشتريش مايك بقطعة واحدة. ليه؟ لان انا بعد كده اضطريت ان انا اشتري قطعتين. طيب النتيجة اشتريه ولا ما اشتريهوش؟ لا، هو حلو بالنسبة لثمنه، علشان انت هتوفر رقم كبير جدا بان انت تشتريه. هو نعتبره ان هو يعني ممتاز بالنسبة للسعر، ولكن كان ناقصه شوية حاجات. طبعا علشان اطلع للسعر التاني انا هدفع الضعف عشان اوصل لنفس الاوبشن ده. ولكن مبدئيا انت ممكن تبتدي بيه وهيساعدك جدا في شغلك، لان هو بصراحة الكواليتي بتاعت الصوت والنتيجة بتاعته حلوة جدا. وبالذات لما بتكون في دوشة تقدر تتحكم في الصوت وتظبطه. وممكن نعمل حلقة ازاي اظبط الصوت اذا كان على الكاميرا او على الموبايل بحيث اطلع بنتيجة حلوة. اهم حاجة وانت بتستخدم المايك ده خليه دايما الجين بتاعك على 3 في الريسيفر و3 في المايك نفسه الترانسميشن، علشان تطلع جودة صوت حلوة. يمكن الريفيو ده بداية، ولكن بعد كده هحاول ان انا اجيب منتجات كلها اللي تقدر تساعدك في المحتوى بتاعك ونبتدي نتكلم عليها. في عندي ال H1 برضو هعمل عليه ريفيو وهشرح لك لو انت بس بتعمل محتوى داخلي تقدر تستخدمه ازاي. وعندي كمان حاجة مهمة جدا برضو هعمل عليها ريفيو قريب جدا، وهي ال DJI OM6، ودي مهمة جدا لكل صانع محتوى. وهقول لك برضو العيوب. احنا هنمسك كل الحاجات ونتكلم على العيوب فيها، علشان قبل ما تشتري تبقى عارف العيب، مش تروح تشتري وتفاجأ نرفز. الحاجة التانية اللي هعمل عليها ريفيو مهم جدا وباخد عليها شوية وقت، وهي الكاميرا R6. وهقول لك عيوب خطيرة جدا محدش اتكلم عليها قبل كده. لو هتكلم برضو على الكاميرات والعيوب القاتلة اللي بتقابلني فيها،
ففي فيديوهات تانية هتشوفوا ريفيوهات كلها بتتكلم على ايه العيوب، عشان قبل ما تشتري تبقى مقرر فعلا ان ده قرار صح ولا غلط.